انت بتقول ايه يا ابني؟ في الصعيد عند اهلك؟ لا معلش يا حبيبي، ده صعب قوي. لا يا عمي، انا شغلي في القاهرة وهعيش هناك لاني مقيم في القاهرة اساسا. بصراحة ده كان عريس متقدم لبنتي، بس عريس ايه؟ ما يترفضش، متدين ومثقف وكريم. هو فيه صفات جميلة كتيرة، يعني بيتقال عليه عريس لقطة. وبعد ما قال لنا انه هيقيم في القاهرة وافقنا واستنيناه يجيب اهله. وهنا بقى كانت المفاجأة، وعشان تعرفوا اللي حصل وقتها يبقى اكيد لازم احكي لكم الحكاية كلها. لكن الاول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير وبينا نبتدي. بس الأول بدعوكم كمان لتسجيل الإعجاب والاشتراك بصفحتنا الجديدة على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب اللي هسيب لكم روابطهم تحت في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت للفيسبوك. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. أنا أمال، متجوزة وعندي ياسمين ونور، بنتين زي القمر. وفي يوم لقيت علي جوزي جاي وبيقول لي أنا عايزك بكرة الساعة 8 تكوني جاهزة أنت وياسمين، في ناس جايين يزورونا. ناس مين دول يا علي؟ فاكرة المهندس اللي كان ماسك مقاولات العمارة الجديدة اللي قصادنا؟ كلمني، هو بيقول لي إنه عاوز يطلب إيد ياسمين. بجد؟ يا ريت والله يطلع ابن حلال ويكون من نصيبها. أنا لما كلمني كلمت رأفت جارنا، لأن كان هو اللي بيتعامل معاه دايما، والحقيقة شكر فيه قوي. يعني قالك أخلاقه كويسة، ظروفه كده معقولة يقدر يفتح بيت كويس؟ أخلاقه فوق الممتازة، وكمان متدين، وطلع ما هواش مهندس في شركة المقاولات وبس، لا ده صاحبها. ما شاء الله، ربنا يجعله من نصيبها لو فيه الخير ليها. ورحت اتكلمت مع ياسمين وقلت لها كل اللي قاله لي باباها، وردت وقالت لي انت عارفة يا ماما، انا ما بيفرقش معايا الشكليات دي، وما اعرفوش عشان احكم عليه. لما بابا يبقى يقعد معاه ويقول رأيه نبقى نشوف هيحصل ايه وقتها، هيكون في قبول ولا لا. برافو يا حبيبتي، برافو عليكي. وطبعا لو بابا لقاه مناسب فالقرار النهائي هيكون برضو ليكي. وجهزت البيت ووضبت كل حاجة وجا في ميعاده بالظبط. وبصراحة كان شاب وسيم شيك كده، واضح من الحاجات اللي داخل بيها انه كريم قوي، غير بوكيه الورد اللي فعلا كان ذوقه يجنن. وبعد السلام قال لعلي بصراحة يا عمي، خلال فترة شغلي هنا الأنسة ياسمين لفتت نظري بأخلاقها وأعجبت بيها، وأنا كراجل صعيدي بدخل البيت من بابه، عشان كده سألت عليكم وأخدت تليفون حضرتك وطلبت قبلك عشان أطلبها رسمي. أهلا وسهلا يا ابني، الصعايدة دول أحسن ناس. وإنت بقى مقيم هنا في اسكندرية؟ أنا أهلي كلهم في الصعيد وليا شقتي هناك. أيوة يا ابني، أنت بتقول شقتك في الصعيد هناك عند أهلك، وإحنا هنا في اسكندرية، ده فرق سفر يجي 13 ساعة مثلا. معلش يا حبيبي، كده هيبقى صعب قوي. لا يا عمي، أنا شغلي في القاهرة وهعيش هناك لأني مقيم في القاهرة أساسا. والله لو على القاهرة يبقى كويس، أهي مدينة زي اسكندرية، وكده كده الفرق ساعتين 2 بس، مش موضوع يعني. خلاص يا ابني، لو على كلامك ده يبقى تمام، وطبعا لازم نتعرف على أهلك. طبعا إن شاء الله، لو مناسب لحضرتك الأسبوع الجاي أجيبهم واجي. تنور يا ابني، إحنا في انتظارك. وعلي نده لياسمين وقعدت معانا واتكلموا مع بعض شوية في حضورنا وإحنا موجودين، عشان هي كمان تقدر تقول رأيها. وبعد ما مشى سألناها ايه يا حبيبتي، رأيك ايه؟ حاسة ان في قبول ولا تحبي اعتذرله عن ميعاد الاسبوع اللي جاي؟ والله يا بابا، هو مبدئيا في قبول، وشكله كمان محترم وابن ناس كده، ولو في نصيب لسه هيكون قدامي وقت اعرفه كويس. طبعا ده بعد ما نتعرف على اهله كمان. ان شاء الله يكونوا كويسين ويكون لك نصيب فيه يا حبيبتي. وجاب اهله فعلا، جابهم من الصعيد علشان يتعرفوا علينا، وكنت مجهزة الشقة عشان يباتوا معانا.
ما هو سفر 13 ساعة، هيروحوا فين يعني؟ وجهزنا ضيافة كويسة جدا ليهم، حاجة تليق بينا وبنتنا. وبعد ما وصلوا رحبنا بيهم، ولقينا مامته بتقول لنا هي إن شاء الله تكون معرفة خير، بس عشان نكون على نور من الأول، ابني مش هيسيب الصعيد، ده الكبير بتاعي، يعني كبير العيلة. ربنا يخليهولك طبعا يا حبيبتي، بس بالنسبة لبنتي هيكون وضعها ايه؟ احنا كلنا عايشين في بيت كبير، مرات ابني ليها شقة 4 أوض كبار واسعين يرمح فيهم الخيل زي ما بيقولوا، بس طبعا زي عوايدنا ما تطلعهاش غير على النوم، وكلنا بنصحى من الساعة 6، وهي كمان هتنزل تقعد معانا من الساعة 6. طب ما شغل ابنك اللي هيبقى جوزها أصلا في القاهرة، اللي قعدها هناك في الصعيد، هو يسافر شغله بالسلامة، ربنا يسهلها له 20 يوم ويجي يقعد معاها 10 أيام هناك في بيته في الصعيد. هو لما لقيتها بتتكلم بقلة الذوق دي وكمية الحدة دي زي ما شفته كده، وكأنها مغصوبة على الجوازة جاية تستفزنا، اضطريت نرد عليها وقلت لها أيوة، عايزاها خدامة ليك يعني ولعيالك، مش زوجة لابنك تكون جنبه وتراعيه. لا مش خدامة، زيها زي بنتي، لما تغلط أعاقبها، ولما تولد أخدمها واشيلها جوه عيوني وأقدم لها كل الرعاية اللي محتاجاها. أيوة يا حاجة، بس ما فيش كده عندنا، هنا البنت بتولد في بيت أبوها وأمها هي اللي بتشيلها، وبغض النظر عن الولادة والكلام اللي لسه ما جاش أوانه ده، فاحنا ما بنستناش ولا بنسمح لأي حد يعاقب بنتنا. لا، عندنا بنتصل بيكم نعرفكم إن بنتكم ولدت، هو ده اللي ليكم عندنا. وبالنسبة بقى للعقاب، فاللي بيغلط بيتعاقب زيها زي أي حد في البيت. إيه هاشم يا ابني، هو ده كلامك اللي على أساسه وافقنا؟ الحقيقة يا عمي بقى متلخبط وبيتلجلج في الكلام، مش عارف يقول ايه. هو بص لمامته وكان بيتحايل عليها قدامنا ويقول لها اشتري خاطري يا امي، طول عمري عايش عشانكم، بلاش تصغريني دلوقتي. براحتك، بس لو هتعيش في القاهرة احنا مش هنبقى موجودين في حياتك اصلا، اختار. واحنا يا حاجة مش بنناسب شخص، احنا بنناسب عيلة. انتم طبعا منورينا، يا اهلا وسهلا بيكم، بس الموضوع كده مش هيكون مناسب لينا ولا مناسب لكم انتوا كمان. زعلوا وقاموا يمشوا، فعلي رد وقال لهم رايحين فين دلوقتي؟ بس باتوا معانا، احنا عاملين حسابنا على كده، والنهار له عيون. لا متشكرين، احنا هنمشي نلحق طريقنا. ومشوا هما زعلانين. وبعدها بيوم هاشم كلم علي تاني وقال له أرجوك يا عمي خليك واثق فيا، أنا هعمل كل اللي يريح ياسمين. ما ينفعش يا ابني، بدون رضا والدتك مفيش حاجة هتنفع تكمل، كل شيء اسمه ونصيب. ولما جه علي حكالي على المكالمة قلت له رغم انه صعبان عليا، بس فعلا انا خايفة قوي يأثروا عليه بعد الجواز ويضطر يوديها الصعيد، اللي غير انه بعيد جدا علينا، فكمان عاداتهم وتقاليدهم صعبة قوي، ربنا يعينهم عليها بصراحة، البنت مش هتتحملها. وانت يا بنتي ايه رأيك، عشان ما ترجعيش وتقولي اني رفضت من غير ما اخد رأيك؟ لا طبعا يا بابا، ده صعب جدا عليا اعيش في الصعيد، وكمان عاداتهم وتقاليدهم انا ما اقدرش اتحملها كبنت عايشة في المدينة. وبصراحة انا قلقت من مامته قوي، واضح جدا ان طبعها صعب. هي بنتي ده كان شكلها متضايق زي ما تكون مغصوبة على الجوازة دي، وصلتني ان ارد عليها بنفس طريقة كلامها، ربنا يسامحني بقى. يمكن كانت عاوزة تجوزه واحدة من قرايبه وتضمن بقى ان ابنها ما يغيبش عنها زي ما بنشوف في المسلسلات. ايوه والله انتي بتقولي فيها فعلا، مش بعيد كلامك يكون صح، عموما كده احسن للكل. بس بصراحة هو كان على مستوى تاني خالص، خسارة والله، يا ريتك وافقتي. الخسارة فعلا ان اخلي موافقتي ورفضي متعلقين بالفلوس. انا لما اتجوز واحد والاقي نفسي دخلت كل يوم والتاني في دوشة ومشاكل مع اهله، وهو اولا واخيرا
واضح جدا انه ما بيقدرش يرفض لمامته اي كلمة. ساعتها بقى الفلوس هتعمل لي ايه؟ ولا هتفيدني بأي حاجة؟ وكمان أعيش بعيدة عن جوزي عشان أفضل أخدم في أهله؟ جوازة إيه دي؟ برافو ياسمين، أحسن حاجة في الموضوع ده كله إني شفت طريقة تفكيرك اللي طمنتني عليكي بجد وعلى اختياراتك اللي جاية كلها. المادة والفلوس آخر حاجة نفكر فيها ونحطها مقياس لشريك حياتنا. يا رب يا نور تتعلمي من أختك كده وتعقلي زيها. عيب يا بابا، ده أنا تربيتك، إحنا الفلوس آخر حاجة تهمنا، ما تقلقش خالص. بس برضو هي مهمة، الراجل معاه فلوس كتير يا جماعة. وفضلنا كلنا نضحك على كلام نور وهزارها. وبصراحة أنا كنت مرتاحة جدا لرأي بنتي ياسمين، بس استغربت قوي لما حكيت لأختي ولقيتها بتقولي حد برضو يرفض شاب زي هاشم ده بالأخلاق والفلوس دي كلها؟ بجد خسرتوه. ليه يعني؟ ده كل شيء اسمه ونصيب، المهم راحت بنتي واطمن على مستقبلها بعد كده إنها تكون في وضع مناسب ومريح. الراجل ابن حلال وطموح وهيحافظ عليها، ده غير مستواه المادي بصراحة. أنا لو كنت وافقت أنا وباباها كنا هنفضل طول حياتنا شايلين ذنبها. وبصراحة كمان مامته بغض النظر عن طريقتها، بس هي دخلت بما يرضي الله وقالت على عاداتهم وتقاليدهم والحقيقة كلها. وعلى قد ما طريقتها كانت جامدة، على قد ما ست فعلا تحترم على صراحتها. وهو مسالم جدا، وبناء على كده مامته ما اشترتش خاطره. بس خلي بالك، مع وضعهم المادي والاجتماعي هناك بنتك كانت هتعيش معززة مكرمة، الوضع ما كانش هيبقى وحش قوي يعني. لا 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 يا خالته، كلام ماما صح. كل ده كوم غير مامته، ده أنا حسيت إنها داخلة تفركش الموضوع عشان أصلا مش على هواها من الأول. أنا ما أقدرش أعيش وسط ناس مش متقبلاني، ولا هقدر على عاداتهم هناك. بصراحة الله يعينهم عليها. برضو استعجلتوا في الرفض، كنتوا معطيتوا للولد فرصة يقنع مامته، وكمان هو وعد باباكي إنه هيخليكي معاه في القاهرة. طب وأنا أضمن منين بقى يا خالته إن بعد الجواز كل حاجة تتغير؟ افرضي جه قال لي أنا سبت الشغل هناك وهنعيش مع بعض في الصعيد، وإن كان عاجبك بقى أعمل أنا إيه وقتها؟ مامته شخصيتها قوية والولد بيعمل لها ألف حساب ومتعلق بيها جدا، عمره ما هيرجع لها كلمة. وخلي بالك ده شيء ما يعبوش، بس ما يناسبناش، ولا هو ولا مامته اللي طبعها صعب قوي دي يناسبونا. الموضوع مش جوازة والسلام، عشان الجوازة تكون ناجحة لازم يتبص لها من كل جوانبها. يا ريت كل بنت وأم وأب يحكموا عقولهم قوي وما يستعجلوش في قرار الجواز، ولا ينفع يتبنى على أساس الفلوس، لأن مفيش مال بيدوم، ده قرار العمر، أساسه لازم يكون متين. وافتكروا دايما إننا لما بنناسب عيلة مش شخص، عشان نحاول نريح ولادنا على قد ما نقدر.